بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ده فيديو جديد بقى، ايه، بريك كده بين كل فيديو والتاني من الكورس، يعني بفيديوز مختلفة، يعني كده فيديوهات أفكارها مختلفة إلى حد ما. فيديو النهاردة عن الانترنشيبس، وتحديدا هركز في اللي بيحصل مع الشركات المصرية وبتاع، وازاي البروسيس behind the screens والفلتريشن والحاجات دي كلها بتحصل في حتة زي السايبر سيكيورتي في مصر مثلا. يعني للي ما يعرفش، الشركة اللي انا شغال فيها كانت لسه فاتحة انترنشيب، فلما بتعمل يعني الانترنشيب بتاعتك ما بتعملش مثلا السايبر سيكيورتي بس، لا، بتعمل سايبر سيكيورتي، باك اند، جي ار سي، بلا بلا بلا، سيلز، ماركتينج، ايا يكن. فلما بتقدم في الانترنشيبس، الماركت المصري بتاعنا معروف بعقده شويتين في الحتة دي، يعني اللي هو الناس بتحس ان هم مستقصدينهم، او الشركات، الناس اللي شغالين فيها دي مش بني ادمين. وده انا شفته بعيني، يعني انا كام يوم اللي فاتوا شفت ناس تقول لك يا عم ده شركة كذا لما فتحت الانترنشيب بتاعتها ما كانتش حاطة فورم للسي في او ابلود فايل للسي في. يعني ده معناه ان هم عارفين الناس اللي هتتقبل من قبل ما يفتحوا، يعني او يعملوا الانترنشيب. واصلا الموضوع ده كان غلطة، اوكي، يعني غلطة الاتش ار وهو بيكريت الفورم. بس ما كان الاول عامل غلطة كده ان هو الميلز بتاعت باك جارد بس هي اللي تبعت الفورم، عدلها وبعدين لقى انه ناسي يضيف السي في فعدلها وفتحه تاني. عادي، غلطة مش معناها ان الموضوع متكوس او حاجة. اي نعم، في شركات الموضوع فيها بيبقى متكوس، مش كوسة زي ما بقولك، ولكن recommendations. وسبق وقلنا مليون مرة، سواء في الماركت المصري، في الماركت الأجنبي، في أي ماركت إن كان، recommendations حاجة مهمة ومحدش يقدر يختلف عليها. ولكن أنا كفارس مثلا لما بتحط في اوبشن، وهحكي لكم على الموقف ده كمان شوية، يعني انا مش من النوع اللي بيولي الريكومنديشنز اهمية اكتر من الناس اللي فعلا تورث الموضوع، او تورث انها تاخد الرول او تاخد التجربة. يعني لما الموضوع بدأ قعد فاتح يومين او 3 تقريبا، الناس بتبعت، كانوا عاملين 5 أو 4 تراكات، او مش عارف 6 ممكن كمان. فالمفترض ان بعدهم الاتش ار كلمني وقال لي ان في 6000 واحد مقدمين. فانا قلت له يعني ما 6000 ازاي يعني؟ فقال لي اه والله. فانا قلت له طب دول هتفلترهم ازاي؟ قال لي لا، هو انت اللي يخصك بتوع السايبر سيكيورتي. فحسيت ببصيص من الامل كده، يعني قلت له كام طب بتوع السايبر سيكيورتي؟ قال لي 1800. قلت له برضه تاني يعني ما انت ما عملتش، يعني فكرتك تقولي بقى 500 كتير وماشي، 1000 يا عم كتير وماشي، بس يعني برضه 1800 ده برضه رقم. قلت له خلاص احنا هنعمل فيزز او كلاسيفيكيشنز كده، نكلاسيفاي بيها الناس اللي هنفلتر منها. بلغته بايه؟ اول حاجه يركز على الناس اللي معاها خبره عمليه. انا كفارس مثلا مش عاوز شخص معاه شهادات وجونيور مثلا، ما يهمنيش قوي دلوقتي معاك شهادات يا حبذا. بس مثلا لو جالي 2، واحد معاه خبرة عملية في هاكر وان ولقيت عنده مثلا 1500 بوينت وبروفايله على البلاتفورمز التانية كويس، طيب على النقيض الآخر واحد ما بيهنتش ومعاه مثلا حاجات من وابتكس و اي سي بي بي تي والحاجات بتاعت اي ليرن مثلا، هكرف للي معاه التو سيرتيفيكت. انا كفارس وممكن تكون في شركة تانية بتدور على حاجة تانية، هي كلها مايندز، فاهم؟ بس انا بالنسبة لي دايما الشخص اللي عنده الخبرة العملية افيد بكتير من درس كونتنت او ذاكر كذا وكذا وكذا وكذا. فبدأت اشرح له ان احنا عاوزين ناس معاها خبرات عملية. لو في شهادات من الاي ليرن نكرفها، هي ويت الى حد ما في السي، ولكن ما بعتمدهاش. لو حد معاه حاجه مثلا من الالترد يخص النتورك، لو حد معاه حاجه من اوفنسيف ويتشز، قلت له برضو، يعني هو كان داخل عليا اصلا في الاول بيكلمني اللي هو هيبدا يفلتر على اساس اللي معاه شهادات. قلت له لا، يعني انت فاتح انترنشيب، دول كلهم طلبه، دول كلهم ناس ما اشتغلتش قبل كده، اقل شهاده دلوقتي بازيد من 10000 جنيه، مفيش اقل من كده. فده طالب وما اشتغلش، ونادرا ما هتلاقي حد في الزون دي واستثمر في نفسه وصرف مثلا
مثلا على نفسه 40-50 الف جنيه يلم شويه سيرتيفيكت. فأيدني فعلا في النقطه دي، بدأ يعدل الطريقه اللي هيكلاسيفاي بيها الناس ويفلتر بيها على يعني المتركس اللي انا حطيتها له دي. زائد كلمته في نقطه الدومينز، على الاقل which means اللي معاه اقل من كده ريجكت. على الاقل ويب وموبايل كدومينز، مش ماستر بس بيعرف يتعامل في الويب والموبايل. ويا حبذا لو معاه ويب وموبايل ونتورك. كل ما ذاكر دومينز ده كويس جدا، فت جدا بالنسبه لي. بس فانت هتركز على حوار الخبره العمليه لو معاه تاتش شهادات، واللي معاه دومينز اكتر. فتيجي الواحد مثلا من اللي مقدمين لقيته مثلا معاه وابتكس، معاه بروفايل باج باونتي متحرك فيه 500-600 بوينت، انا شايف انه اتحرك وجاب باجز، كتب ريبورتات مش عارف ايه. ومثلا معاه ويب وموبايل ونت، ده مثلا فت جدا بالنسبه لي. ابدا ادخله بروسيس الفلتريشن. يعني في الناس اللي قدمت هننقي منهم الفت، بعد ما ننقي الفت هنعمل فلتريشن للافضل منهم. دي بقى انا اللي هعملها مش الاتش ار او اي تيم ليد عموما. بيبص بقى على مثلا ال 1800 دول اتفلتروا فلنقل على 500 واحد مثلا، بناء على المتركس اللي احنا حطيناها من شويه. فببدا انا ابص من دول بقى مين احسن. فلما انا هفلتر من ال 500، كل شركه بيبقى ليها سايز معين في كل حته في الانترنشيب على حسب الكباسيتي بتاعتهم، ضغط الشغل اللي عندهم. ليه؟ لان برضو الشركه دي عندهم شغل جوه، والانترنشيب ممكن في اغلب حتت العالم يعني. لما تلاقي مثلا ناس داخله انترنشيب في فيسبوك في جوجل، لما تبص على الغرب وهم داخلين، الناس دي اصلا بتعرف تشتغل. اوكي، انترنشيب مش معناه ان هو ما عندهوش اي خبره، لا ده عنده خبره ودخل انترفيو خفيف خفيف. فلما الناس دي بالفعل بتروح تقدم بقى في فيسبوك او في جوجل، وبتشوفهم عاملين الفلوجز بتاعت اللي هو انا اتقابلت في انترنشيب جوجل، واول يوم في جوجل، اول يوم في امازون، الناس دي بالفعل زي ما بنقول ان هم بيعرفوا يشتغلوا، عندهم الى حد ما ستاندردز. اوكي، مش اللي هو ذاكر كذا وكذا وكذا وداخل يجرب، لا الناس دي بتبقى اتحركت وبيعملوا لهم انترفيوز وفلتريشن وعادي جدا. ولو في ريكومنديشنز برضو بيعملوا حسابها ومش عارف ايه. ريكومنديشنز بتاخد اولويه كده كده في اي حته، بس مش عندي. فالماركت المصري بقى عندنا احنا حتة الصياح الزايد، اللي هو شركة مش عارف ايه عملت ايه، شركة مش عارف ايه عملت ايه، لا ده انتوا ولاد مش عارف ايه. لا يا اسطى انت مجنون، يا اسطى انت مجنون، انا حاطك في دماغي ليه اصلا؟ انا هستقصدك ليه؟ انا ما اعرفكش، انا ما اعرفك، هريجكتك غصب ليه يا اسطى؟ انت مش فت يا حبيبي، مش فت. فعشان الصياح الكتير، اغلب بقى الحته اللي بتصيح دي بيبقى فعلا مش فت. انت داخل مثلا بدأت تاخد الحاجات البيزكس، حليت حاجات بورت سويجر، اتحركت شوية، قريت شوية حاجات، حطيت بروجكتين في السي في مثلا، حاجتين اشتغلت عليهم، قشطة ماشي. كل ده على عيني وعلى راسي، مجهود يحترم جدا، انا عارف انه خد منك وقت. بس بص في الكالتشر اللي حواليك، بص في الماركت اللي حواليك، ده مش اللي يخليك تنافس. يعني كان في صورة كده لقيتها كانت بتقول ان انت بتنكريز اللوك سيرفيس اريا بتاعتك. اوكي، السيرفيس بتاعت الاريا بتاعتك انت بتوسع نسبة الحظ فيها. هو مش بقى حظ، هو نسبة الفرص بتاعتك. اوكي، يعني مثلا عندك learning one skill، ده بيقلل الحظ بتاعتك فلتعتبره الفرص. اوكي، مفيش حاجة اسمها حظ. learning two skills، بعدين changing locations، تغير، تتعامل، تحفرج، بعدين talking to the right people، تعمل connections ويبقى عندك recommendations، وبعدين بقى تبدأ يبقى عندك النولج الضخمة بقى learning seven skills، moving to high performance location، تتشارج environment بتاعتك، عندك 5 mentors، قاري 7 كتب. دي بقى تقدر تقيسها في السكيورتي كده، اللي هو انت معاك دومينز كتير، بتهنت، دارس كذا دارس كذا، مسرتف كذا، معاك كذا، عارف بكذا، ملم بكذا. كل ما بقى عندك نولج بالحاجات دي، كل ما الفرصة بتاعتك زادت. فانت لازم تعمل ده بالفعل، انما ما يبقاش من اللي معاك 1 سكيل اور 2 سكيلز وتقول انا مظلوم وهي الشركات بتعمل وتسوي. كان في حد بيقول انك عشان يبقى عندك الحق تصيح، او عشان تقدر تقول ان العالم ظالم وده تعريس وده ريكومنديشنز وواسطة وعلاقات، لازم تبقى عامل اللي عليك. لازم تبقى
بتنافس في الحته اللي انت فيها، في الماركت اللي انت فيه. انت عامل اللي عليك وكل حاجه، ومحدش قال انك مقصر صعيدي الفاضل، ولكن انت لسه ما بقتش بتنافس في الحته دي. وضيف يعني اللي انا قلت لك ده بحر، وهقول لك نقطه تانية الا وهي الرزق ده بحر تاني. لو واحد معهوش كل اللي انت بتعمله ده ولقيته متعين في شركه في الخليج او في اوروبا، مفيش اي مشكله، ده رزقه. رزقك كده كده هيجيلك، وده رزق. يعني لما كنت بتكلم مع ناس زمايلنا ويقول لك ده بص مش عارف ايه مستواه ابن مش عارف ايه، واللي وفي العبر في مستواه، وشغال فين مثلا في شركة ما في ايطاليا، في فنزويلا، في سويسرا، في نيوزيلندا، في اي حتة ما، ومستواه مش اللي هو، وانت احسن منه، بس ده رزقه. خلاص، you can't do anything. ده خلاص، ده رزقه وده مكتوب له. هل ده معناه انك بقى تقول طب انا هستنى رزقي ومش عارف ايه؟ لا، لان انت ما تعرفش رزقك فين، ولا هيجيلك ازاي، ولا هيجيلك في المجال ده اصلا ولا حاجة. انت بس بتركز انك تعمل اللي عليك. نرجع بقى لحتة الانترنشيبس نفسها، المين توبيك يعني بتاع الحلقة. يعني بروسس بقى الفلتريشن هتحصل ازاي؟ زي ما قلت لك، باعت مثلا 2000 واحد، ال 2000 واحد دول هيتفلتروا مثلا على 400 500 بناء على السبيسيفيكيشنز اللي حطيناها في الاول، وهتيك لوك بقى على ال 400 واحد دول وابدا افلتر منهم. كل ما كان عنده خبره عمليه اكتر، كل ما كان عنده سيرتيفيكتس اللي هو عنده، كل ما كان ملم بحاجات، اشتغل في مشاريع، حاطط لي ريسورسز، الميديم بتاعه مش عارف ايه، الجيت هاب بتاعه، كان ديفلوبر مثلا، دي حلوه جدا. عارف موبايل اي او اس واندرويد، دي حلوه لان الاغلب بيبدا باندرويد. عارف نتورك ومذاكر اكتف دايركتوري كمان جوه النتورك، دي حلوه جدا. عارف وايرلس، دي تحفه. يعني كلها حاجات بالنسبة لواحد متقدم في شركة مطلوب، وعلى حسب برضو المستويات. تمام، يعني طب مثلا تعالى في حتة، بلاش الويب عشان عايم شوية، تعالى مثلا في حتة الموبايل، خلينا مثلا نستيك للاندرويد شوية. طب ما انا ممكن اقول لك انا معايا موبايل وانا دارس البيزكس، الانتنت والاكتيفيتي والديب لينكس والحاجات دي كلها. هل اخد ده واحد معاه موبايل وبيزكس وحلل شوية لابات، ولا اخد واحد معاه موبايل والبيزكس وبيعرف يستخدم فريدا عشان يعمل باي باس، ولا اخد واحد معاه اندرويد وملم بالبيزكس وسهلة بالنسبة له ويستخدم فريدا عشان يعمل باي باس، وعنده نولج بالموديولز والحاجات اللي بتعمل لها امبورت في الروت، ماجسك والحاجات دي كلها عشان يبقى بس الديتكشنز، وعنده نولج في الريفرس. يعني انت شايف ليفله في الاندرويد لحد فين؟ هنا بقى الحاجات اللي الاتش ار مش هيفهمها. فبناء بقى على الليفلز في الحاجات الفلترد، في السي فيز الفلترد، انا ببدا انقي ليه، لاني عاوز احسن حاجه ممكنه. الانترنشيب زي ما قلت لك هو مش انك بتاخد شخص تعلمه، لا. لو جيت تبص على الانترنشيب فعلا الشخص ده عنده نوليدج كويسه جدا، وانت بتديله فرصه انه يدخل كوربريت او شركه ويعرف البيزنس عامل ازاي وشغال ازاي والدنيا عامله ازاي. انما مفيش مثلا، تعال بص على الشركات الكبيرة، بلاش الشركات الكبيرة، أي حتة بتفتح انترن بره هتلاقيهم غير عندنا. مش معناه إنه للطلاب، فاهمني؟ انترنشيب مش معناها دي برضه. يعني أنا بكلمك في وجهة نظري من اللي أنا بشوفه لأن أنا يعني بحب أتفرج كتير على الفيديوز بتاعت ال day in my life as in first day of internship لأمازون، first day at my internship at جوجل at ميتا، بلا بلا بلا. انا بحب اتفرج على الحاجات دي جدا وببقى ملم بالتفاصيل دي كلها. انترفيوز، ناس بتحكي عن الانترفيوز بتاعت الفانج والمانجو والمانج، الحاجات اللي مسمياتها اتغيرت دي. فلا، انا من اللي بشوفه ان الانترنشيب مش معناه ان انت تبقى لسه بتبدأ وداخل، فاهمني؟ الانترنشيب انت بتجيب واحد تحت ايدك تعلمه، لقيته فت جدا وكويس جدا ويجي منه جدا، لا انا محتاجك معايا في التيم، فبتجيت هايرد، بيجيت هايرد معايا. فهمت قصدي؟ انترنشيب بعد انترنشيب بعد انترنشيب، الحاجات دي كلها في السي في بتبقى كويس. ولو انت شخص اللي هو كل سنه بقالك مثلا في سنه دخلت 2 انترنشيب، قدمت هنا وهنا وهنا، او بقالك يعني مثلا بعد 3 سنين لو انت لسه معاك 5 انترنشيبس في السي في بتاعك، عملت انترنشيب هنا وهنا 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 وهنا، فانت المفروض ما بتحشيش السي في وبس، تعمل كونكشنز، بتتعرف على الناس، بتثبت للناس ان انت فعلا قد الرول اللي هم حاطينها دي. بناء على الحاجات دي كلها هو ممكن يعينك في الاخر. بس عادي جدا برضو انك تدخل الانترنشيب وما تتعينش في الاخر. ليه؟ لان هو علمك واداك خبرة، بس ما شافش انك فت انك تتحط.
او تتعين او تتثبت. مش هتطرق، انا بكلمك عن الفلو الطبيعي، مش هتطرق بقى عن الشركات والبادجت كرايتيريا ومعناش بادجت ومش عارف، لا انا بكلمك على الفلو الطبيعي. طب الريكومنديشنز بتمشي ازاي؟ لما بيجي ريكومنديشنز، يعني مش هننكر برضو، عايز زي ما قلت لكم الموضوع طبيعي جدا في اي حته، في ريكومنديشنز جت غير ال 1800 دول. فلما اتقال لي هنعمل ايه في الريكومنديشنز، قلت له انا ما يخصنيش ريكومنديشن لو مش من ضمن الكلاسيفيكيشنز اللي احنا حطيناها. يعني ال 1800 دول هيعدوا على كلاسيفاي كده بناء على شويه بوينتس حطيناها، وبعدين انا هفلتر دول. يعني ضم لي ال 1800 او ال 2000 معاهم ال 12 ريكومنديشن، اعتبرهم 2012. ال 2012 دول دخلهم لي بناء على المتركس دي. لو في حد من الريكومنديشن، يعني ما تديش ريكومنديشن اولويه، انا مش مهتم بحاجه زي دي، مش عايز حد ما عندهوش الستاندردز اللي انا عايزها. لو هو لمجرد انه ريكومنديشن، انا مش حابب حاجه زي دي وما بحبش حاجه زي دي. اللي يستحق ياخد الفرصه، غير كده ما مش عاوز. بس فبتيجي بقى في الاخر تلاقي بعد ما الانترنشيبس تخلص تقول لك ده عبث، ده شركه مش عارف ايه كانت عامله ايه، وشركه مش عارف ايه وكانت عامله ايه، وشركه مش عارف ايه. والشخص اللي بيحكي ده هو كان في الانترنشيب دي، يقول لك ده انترنشيب عبثيه، وانترنشيب مش عارف ايه كلام مش على الشركه اللي انا فيها بس، يعني لا ده بشوفه في تويتر كتير. ممكن يكون في حاجات عبثيه بتحصل كتير، بس يعني انا مش مستلطفها لك انك داخل الانترنشيب وتطلع تعيب وتسوي وتعمل. يعني اتمنى ما تفهمش غلط في الحتة دي، ولكن يعني انا كفارس بشوفها ان مش من حقك. طالما الشخص اللي معاك ما اثرش في الانترنشيب، ما عملكش حاجة توغزك وتشكك وبتاع، انا مش شايف انه من حاجة تزعلك قوي. يعني طالما دخلت الانترنشيب، مريت باللي المفروض تمر بيه جوه، اتعلمت واستفدت، خلاص انت مالكش حق بقى تشتمهم. يعني عشان انا بتشتم بقى مش عارف ليه. ففي النهاية انت بتعمل كل اللي عليك ومش مستني حاجة مختلفة. طبعا تستنى الفرصة وتستنى نصيبك ورزقك، ده على عيني وعلى راسي، بس ما تبقاش عندك المايند سيت بالذات في حتة السكيورتي اللي هو انا ذاكرت وعملت واجتهدت فانا لازم اشتغل. لا، حاول وافضل حاول، ده اللي عليك تعمله. انما اي فرضية تانية ما تفرضهاش عشان مالكش الحق تفرض. طيب حتة بقى الشركات اللي هي بعد الانترنشيب تلاقي اصلا ما بعتتش حتى ريجكشن ميل للشباب بتوع الانترنشيب. يعني انا على سبيل المثال لما يجيلي 1800 واحد او 2000 واحد او 6000 في الهول انترنشيب، انا حط نفسك برضو مكان الشخص ده، هتاخد مين ولا مين، ولا هتعمل ايه، ولا هتسوي ايه، ولا فاهم قصدي؟ يعني لوجيكالي منطقي انا ممكن ابعت ميلز لل 500 واحد دول. طيب ال 1800 دول الموضوع هيبقى سهل جدا لو الشركه دي عندها جيت واي مثلا بتبعت للناس دي، او اوتوميشن ما بيبعت للناس دي انك مش مقبول مثلا عشان كذا وكذا وكذا. مع ان برضو انك تحط ريزونز لكل واحد بمراجعته لا ليه، دي هتاخد وقت اكتر. بس مستعدين مثلا نعملها في الفلتريشن التاني بعد ما تقلل العدد. بس قبل كده انا مش شايف ان هي يعني فير لمجهود الشخص اللي بيعمل ده. فانت لو اتقبلت ماشي، ما اتقبلتش اوكي. في المكان اللي انا فيه يعني اللي اتفلتر من دول مش بيتبعت له حاجه، اللي هيتفلتر هنا هيتبعت له الريزون هو ريجكتد ليه، والابروف ده هيتبعت له ابروف، والمواعيد والحاجات دي. ده الفلو هنا بالنسبه لي انا. لان لسه في تراكس تانية، لسه في ديبارتمنتس تانية، تيمز تانية. الموضوع صدقني انا يعني انا متخيل التعب والارهاق والضغط والقلق والتوتر اللي انت عايش فيه عشان نقدم على انترنشيب. بس في الاول وفي الاخر رزقك هيجيلك. زائد الموضوع على الجانب الاخر بيبقى صعب على الناس جدا. ناهيك بقى عن انك مش عارف ايه والريكومنديشنز اللي جايه، ويقول لك الواد ابن اختي ما اتقبلش ومش الحاجات دي كلها حاجات مصريه حلوه كده يقودوها العشم. يعني دي الحياه وده الواقع. انت كل اللي عليك تفضل تعمل اللي عليك، وتفضل تحاول وتجرب مرة واتنين وتلاتة، وصدقني ربنا هيكرمك. يعني انت بتعمل هتلاقي. ايا كان الوقت بقى، دي مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت حد، دي بتاعت ربنا. نهاية الفيديو يعني حابب اقول حاجة مهمة: محدش يشتمني اما ما يتردش عليه او يجيله ريجكشن من الانترنشيب عشان انا يعني ما عملتش حاجة. اتمنى الموضوع يكون واضح للشركات الكويسة بتعمل كده. اشوفكم في
الفيديوهات بقى المتجدولة بالفعل بتاعت الاوتوميشن كورس. اتمنى الفيديو يكون فاتكم بشيء ما مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.